اليوم الطبخة على طريقة أهلنا بحماة، يلا نعمل سوا الباطرش الحموي الخرافي. خلونا نبلش. بالبداية رح أشوي الباذنجان، ولبين ما يجهز الباذنجان رح جهز صوص الطحينة. بالبداية بدي لبن زبادي. شوفوا أنا أي أكلة فيها طحينة بحب كتر الطحينة فيها، فأنتم مثل ما بتحبوا. الجزء المفضل عندي عصير الليمون، وأكيد ما بننسى الثوم المهروس. رح أحط حبتين ثوم كبار. آخر شي من ملح ونخلط كتير منيح. رح أضيف المي، هيك القوام ممتاز. وهلا رح جهز اللحمة. عم نزل 250 جرام من اللحمة المفرومة ناعم، أنا هون عم استخدم لحمة العجل. وهلا بنزل عليها بنص بصلة أو بصلة كاملة صغيرة وبتركها تدبل. البصلة دبلت وهلا رح ننزل السمن الحيواني وبتركهم يتقلوا شوي بالسمنة. وهلا رح ننزل عليهم بندورة مبروشة مع شوي من دبس البندورة، دبس فليفلي، شوية فلفل أسود، وآخر شي رح ملح. الباذنجان استوى ونزلته على المي مشان نقشره. وهلا بعد ما هرست الباذنجان منيح بنزل عليه صوص الطحينة. واخر شي رح اضيف شوية زيت زيتون. وفي ناس هون بيضيفوا كمون وناس لا، انتم من اي جماعة وبتنصحوني اضيف كمون المرة الجاي؟ بصحن الفخار بنزل المتبل، اللحمة، البقدونس، واخر واهم شي الصنوبر مع السمن. هذا المنظر بده يا إلهي. يلا وجيه اعطينا رأيك بالأكلة. يلا بسم الله. شكل مشهي، منظر خرافي. شوفوا هالمنظر. تفوز 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 جد خرافية. عن جد شكرا أهلنا بحماة. عن جد شكرا. الدبل مع دبس البندورة مع اللحمة. في عالم تقول لك لا مستحيل دبس البندورة، لا لا لا، نكهة خرافية. صنوبر عالم آخر. بقدونس. وهي اللي بيقولوا لي كيف تاكلي لبن جنب البندورة، هي عملنا أكلي فيها لبن وبندورة.